النهارده هعرف ازاي تسوق لمنتجك او لخدمتك او لمشروعك في 10 خطوات بسيطه. رقم واحد، اعرف مين فئتك المستهدفه. تخيل مين هو عميلك ومين العميل اللي محتاج المنتج او الخدمه بتاعتك. اعرف سنه، نوعه، مكانه، شغله، قدرته الشرائيه ويقدر يدفع لحد كام. اوعى تستهون بحاجه زي دي لان على اساسها هتحدد حاجات كتير جدا زي الرساله الاعلانيه اللي هتكلمهم بيها وكمان المنصات اللي هم موجودين عليها. رقم اثنين، هات ورقه وقلم واكتب ورايا الاسئله دي واكتب اجاباتها في نفس الوقت. رقم واحد، ايه هو المنتج او الخدمه بتاعتك؟ يعني ببساطه اشرح المنتج بشكل موجز وظريف. رقم اثنين، ازاي المنتج بتاعك بيشتغل؟ اكتب طريقه العمل اللي المنتج بيشتغل بيها او الخدمه بتاعتك بتشتغل بيها. رقم ثلاثه، كم التكلفه؟ حدد التكلفه بتاعتك بناء على سوق العمل اللي انت متواجد فيه. رقم اربعه، ايه هي المشكله اللي المنتج بتاعك بيحلها للعميل؟ اكتب المشكله بتاعت العميل وازاي المنتج بتاعك يقدر يحلها. رقم خمسه، اكتب مميزاتك عن المنافسين، اكتب كل المميزات اللي موجوده عندك ومش موجوده عند غيرك. ورقم سته، اكتب فوائد المنتج او الخدمه دي للعملاء. لما تكتب الورقه دي هتقدر ان هي تساعدك في حاجات كتير جدا وانت بتوصل الرساله الاعلانيه بتاعتك او انت بتفكر في افكار الاعلانات. النقطه دي مهمه جدا ولازم ان انت تعملها. رقم ثلاثه، اهتم بهويه الشركه جدا اللي هي الالوان، الشعار، الباكجنج الخاص بالمشروع بتاعك، حتى المايل بتاع الانستجرام. اصغر حاجه في تفاصيل شركتك مهمه. وليه؟ لان الحاجات دي هي اللي بتعلق في ذهن العميل بتاعك واللي بقى بيحب يفتكر مشروعك بيفتكره عن طريق استخدامك. خلي الالوان بتاعتك مميزه وثابته في المشروع بتاعك عشان لما العميل يشوف اي بوست ليك حتى من الالوان بس يبقى عارف ان البوست ده خاص بمشروعك. واوعى تفتكر ان انت عشان مشروع صغير او عشان لسه ما كبرتش انت مش محتاج تهتم بالبراندنج. البراندنج من اكتر الحاجات اللي بتخليك تتعلم في السوق وتتعلم في ذهن العملاء. اهتم بيها جدا وما تستهونش بيها. رقم اربعه، تبتدي تصنع المحتوى الاعلاني الخاص بيك. انت بعد ما خلصت الثلاث اللي فوق دلوقتي انت قادر تصنع المحتوى الاعلاني الخاص بتاعك. ازاي؟ انت عرفت فئتك المستهدفه وعرفت ايه هي الرساله المناسبه اللي انت هتخاطبهم بيها. عرفت افكار الاعلانات بتاعك ممكن تكون شكلها. في النقطه الثانيه، عرفت المنتج بتاعك وعرفت المميزات بتاعته وعرفت خدمتك ممكن تقدم ايه للعميل. هتقدر برضه ان انت تعمل محتوى اعلاني مميز. وفي رقم ثلاثه قلت لك اهتم بهويه الشركه. اهتم بالالوان والشعار والباكج الخاص بتاعك. انا دلوقتي بقيت قادر ان انت تعمل سيشن كويس. عرفت الوان بتاعك تكون شكلها عامل ازاي او علامات تصميماتك تكون عامله ازاي. دلوقتي انت تقدر تصنع المحتوى الاعلاني بتاعك باحترافيه كبيره وبشكل مناسب عشان توصل. رقم خمسه، ابتدي اطلق حملاتك الترويجيه ولازم تكون عارف انك محتاج تصرف على اعلاناتك علشان تبني جمهور لمشروعك. ودي واحده من اكتر الحاجات المهمه اللي هتخلي اكتر عدد من العملاء يشوفوك ويعرفوا منتجك ويعرفوا مشروعك ويعرفوا خدماتك. فاوعى تستهون بالموضوع ده، لازم تصرف حملاتك الاعلانيه بشكل كويس جدا عشان تقدر ان هي تجيب لك بدايه كويس. رقم سته، ابدا بصناعه محتوى قيمه على منصات التواصل الاجتماعي زي مشاكل العملاء وحلولها عن طريق المنتجات او الخدمات بتاعتك. ابدا فكر في افكار ريليتد بالمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. صناعه المحتوى واحده من اهم ادوات التسويق في وقتنا الحالي. لازم تهتم بيها كويس جدا وتقدر بصناعه المحتوى لمشروعك لان دي واحده من اكتر الحاجات اللي قادره ان هي تنجحك وتشتري البيزنس بتاعك. رقم سبعه، حلل النجاح والفشل. اعرف ايه هي اسباب النجاح واعرف ايه هي اسباب الفشل علشان تتطور بشكل صحيح وتقدر ان انت تكبر المشروع بتاعك. مش عيب ابدا انك تفشل ولكن لازم تعرف ايه هي اسباب الفشل وايه هي اسباب النجاح عشان تقدر تاخد باسباب النجاح بعد كده وتوصل للي انت محتاجه. رقم 8، اوعى تفتكر ان التسويق شيء واقع. بالعكس التسويق شيء مستمر ويحتاج استمراريه والتزام عشان تقدر تحقق نتائج كويسه. واوعى تحكم على نجاح التسويق بتاعك او فشله قبل 6 شهور على الاقل من بدايه التسويق. وما تفتكرش ان النتائج بتاعتك بتظهر وقت تشغيلك للحملات الاعلانيه بس. في عميل ممكن يكلمك النهارده وتشغل الحمله الاعلانيه بتاعتك وما يشتريش لان هو ما عندوش القدره الشرائيه دلوقتي. ياخد رقم تليفونك وما ياخدش الفكره دلوقتي لان ما عندوش القدره الشرائيه او لسه ما خدش قرار الشراء بان هو يشتري دلوقتي. ولازم كمان تكون عارف ان انت محتاج تشتغل على التسويق بشكل مستمر بشكل مستمر. انا باكد على الموضوع ده لان ناس كتير جدا بتبقى فاكره ان هي تعمل تسويق في البدايه وتعمل ضغط جماهيريه وبعد كده انا مش هعمل تسويق تاني او مش هعمل ماركتنج تاني. والموضوع ده غلط بشكل كبير جدا. لازم تفضل مستمر في التسويق بتاعك على الاقل لمده 6 شهور عشان تحدد هو ناجح ولا فاشل وما بتوقفش ان انت بتكمل استمراريتك علشان تقدر ان انت تنجح مشروعك وتكبره. وخلال الفتره دي بتبقى بتحلل الحاجات الصغيره زي الحملات الاعلانيه، المحتوى بتاعك ايه المحتوى اللي نجح، ايه الاعلان اللي فشل ليه، نجح ليه، وتبدا ان انت تحلل الحاجات الصغيره دي. لكن التسويق ككل ما بتقدرش تحكم عليه قبل 6 شهور من البدايه. وزي ما قلنا لازم تفضل مستمر في التسويق عشان تكبر مشروعك بشكل كويس. رقم 9، احفظ داتا العملاء بتوعك بشكل مستمر. احفظ ارقام تليفوناتهم وارقاماتهم على منصات التواصل وتواصل معاهم بشكل دوري يحصل عمر المنتج او الخدمه اللي بتقدمها. ولازم دايما اعرف انطباعهم عنك وعن المنتج او الخدمه اللي بتقدمها. وكمان ترد على كل استفسار. دايما اهتم بعميلك واهتم بالداتا بتاعته، اعرف الداتا بتاعته عشان دايما هتحتاجها في التسويق بتاعك ودي من اكتر الحاجات اللي قادره ان هي تنجحك فيها. رقم 10، ميز عميلك الدائم.
دايما يديله عروض وخصومات خاصه عشان يزود الخطوات من المشروع. يديله هدايا مجانيه، سجل رقم تليفونه ولما يتصل بيك في التليفون وترد عليه الاسم. الناس دايما بتحب تحس ان هي مميزين. لما عميل يكلمك وترد عليه تقول له انا استاذ محمد اخبارك ايه، يعرف ان انت دايما مهتم، يعرف ان المشروع ده مهم ليه، يبدا ان هو يرتبط بالمشروع اكتر، يحس ان هو عميل مميز، فيبدا ان هو يرشح المشروع لغيره من الناس، يقول لهم بس قول لهم ان انت جاي من طرف استاذ محمد. الموضوع ده بيفرق جدا مع عميلك الدايم، واكتر حاجه بتخليك تفضل مرتبط بالمشروع، يعمل لك وقت من المشروع من غير ما تدفع فلوس اصلا. في النهايه لو طبقت ال10 خطوات دول تقدر ان انت تعمل ماركتنج قوي جدا للمشروع بتاعك او للمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. طبق ال10 خطوات دول وبعد كده ارجع لي وقول لي عملت ايه.